أصدقائي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. في عصر يوم الأربعاء 5 سبتمبر سنة 2012 كان يوم لطيف في شالن، مجتمع صغير مليان بالأشجار موجود في منطقة جبال الألب الفرنسية في أورت سافوا. المنطقة دي معروفة بمناظرها الجبلية والمدن من العصور الوسطى اللي منتشرة حوالين بحيرة اسمها أنيسي، مسطح مالي متلألئ بيعتبر أنظف بحيرة في أوروبا. في الشهور الدافية الزوار من كل مكان بيتوافدوا على المنطقة دي علشان يستمتعوا بالجو الهادي ويغيروا جو في المية الصافية ويستمتعوا بكل حاجة بتقدمها بحيرة أنيسي. بريت مارتن متقاعد بريطاني كان عنده بيت مصيف مش بعيد عن شالن. استغل مارتن الجو المشمس وركب العجلة بتاعته الجبلية عشان يعمل جولة ترفيهية في القرية اللي عدد سكانها تقريبا 200 نسمة. مر جنب منازل ريفية قديمة ومراعي قبل ما يبقى الحاجة الوحيدة اللي جنبه هي غابة. وبعد حوالي 10 دقايق من المشي بره شالن لف وبدأ يمشي في طريق شديد الانحدار بيلف لفوق خلال غابات كثيفة غير مأهولة. بريت كان عمل الرحلة دي قبل كده، كان عارف إن مفيش أي ملفات تانية لحد العلامة بتاعت ال3 كيلومترات. المكان ده عادة بيستخدم كمنطقة انتظار صغيرة منعزلة، وبيستخدمه الزوار عادة كنقطة بداية لاستكشاف مسارات المشي والتنزه المحيطة. بس الساعة 3:55 دقيقة مساء بريت بص قدامه ولاحظ حاجة في نص الطريق، كانت عجلة سباق خفيفة. استغرب ليه صاحبها هيسيبها هناك، بس أفكاره قطعت فجأة لما بنت صغيرة شعرها غامق ظهرت وهي بتجري على الطريق. كانت مغطاة بالدم وكان واضح إن راسها وكتفها مجروحين بشدة. بريت شافها بتروح يمين وشمال قبل ما تقع على وشها على الأرض. جري على البنت دي عشان يساعدها، وعينيها كانت بتلف حوالين نفسها وكأنها هتفقد الوعي. بريت كان طيار سابق في سلاح الجو الملكي، واستخدم معرفته بالإسعافات الأولية عشان يحرك البنت برفق بره الطريق ويحطها في وضع الإفاقة. وساعتها لاحظ عربية BMW مركونة على جانب الطريق، ووضع الانتظار شغال فيها. العربية دي كانت عدت على بريت من كام دقيقة فاتوا، كان فاكرها عشان كانت بلوحات معدنية بريطانية ومحطوطة على زاوية ملفتة من العربية. دلوقتي المحرك بتاعها كان شغال، والعجلة الخلفية كانت بتلف في كومة من الحصى على الأرض. قدام العربية الBM كان في رجل في منتصف العمر مرمي في بركة من الدم. بريت عرف على طول إن هو صاحب العجلة اللي مرمية، لأن الاتنين كانوا عدوا على بعض قبل كده في بداية المكان ده. بريت كان حاول في الأول يمشي بنفس سرعة راكب العجلة التاني، بس عند نقطة ما استسلم ورجع يمشي بسرعته. اللي كان بيفكر فيه دلوقتي إن راكب العجلة دي وراكب العربية عملوا حادثة وخبطوا في بعض. بريت كان خايف إن سائق العربية ممكن يمشي بيها في أي لحظة لأنها شغالة، وبالتالي يدوس التاني اللي واقع على الأرض قدامه. عشان كده جري على الراجل اللي واقع على الأرض عشان يشيله من الطريق، بس اكتشف إنه ما كانش مخبوط بالعربية أصلا، ده كان مضروب بالنار كذا مرة في راسه. كمان لاحظ إن شبابيك العربية كانت مليانة بخروم أشبه بالرصاص. قرب أكتر ولقى إن العربية من جوه مغطاة بالدم. جوه كان في رجل في منتصف العمر واقع على مقعد السواق، وفي الكرسي الخلفي كانت في سيدة في منتصف العمر ومعاها سيدة كبيرة في السن، والتلاتة كانوا مضروبين بالنار في راسهم. بريت كسر شباك السواق المليان بخروم الرصاص ومد ايده جوه عشان يطفي العربية. طلع موبايله عشان يتصل ويطلب مساعدة، بس ما كانش في شبكة في المكان ده. وهنا واجهته معضلة، هل يسيب البنت المجروحة هناك ولا يحاول ياخدها معاه ويخاطر بتدهور إصاباتها؟ كان خايف إن اللي ضرب النار يكون لسه في المنطقة ويستهدفه هو كمان. بريت ركب العجلة بتاعته ومشي عشان يجيب المساعدة، وساب البنت المجروحة على جانب الطريق. وفي خلال دقايق بريت قابل عربية مليانة بالمتنزهين الفرنسيين قدروا يلاقوا شبكة موبايل ويتصلوا بالطوارئ. ومن هنا مسعفين وفرق إنقاذ وفرق شرطة جريوا فورا على المنطقة. البنت المجروحة اتنقلت للمستشفى بطيارة وهي في حالة حرجة. لما الأطباء قيموا إصاباتها اكتشفوا إنها ضربت بالنار في كتفها قبل ما تتعرض لضرب وحشي في راسها. عظمة محجر عينها كانت مكسورة وجمجمتها كانت متشققة. البنت دخلت في غيبوبة والدكاترة حاولوا ينقذوا حياتها، بس ما كانش في حاجة ممكن يعملوها لراكب العجلة ولا التلاتة اللي جوه العربية. الأربعة تم إعلان وفاتهم في مكان الحادث. تم عمل بحث سريع في الغابات المحيطة بمسرح الجريمة بطيارة هليكوبتر بتحلق فوق، بس ما لقوش أي حاجة على إن اللي ضرب النار لسه في المنطقة. الشرطة في مسرح الجريمة قرروا إن الأفضل يستنوا فريق الطب الشرعي المتخصص يوصل من باريس قبل ما يفحصوا العربية من جوه. شبابيك العربية كانت متكسرة بسبب الرصاصات اللي كانت مضروبة فيها، لدرجة إن أي حركة بسيطة ممكن تسبب انهيار أي شباك وبالتالي تلف أدلة مهمة. راكب العجلة المتوفي كانت محفظته لسه معاه، وده ساعد على تحديد هويته.
كان اسمه سيلفان موليه، عنده 45 سنة وأب ل3 أطفال. كان عايش على بعد 20 كيلو شرق شالن في بلدة صغيرة اسمها أوجين. وللأسف ربنا كان لسه رزقه بمولود قبل أيام من مقتله. الأب المخلص خد أجازة أبوة طويلة من شغله كعامل إنتاج عشان يربي ابنه الصغير وطفلين مراهقين من زواجه السابق. سيلفان كان بيحب ركوب العجل وكان بيستمتع بركوب الدراجات على الطرق المحلية، وبعد الظهر من اليوم ده كان عايز يجرب طريق جديد يمشي فيه، فراح ناحية طريق كومدير بناء على توصية من والد زوجته. أما العربية البي ام البريطانية فركابها اتحددت هويتهم. سعد الهالي عنده 50 سنة، مواطن بريطاني من أصول عراقية. أما السيدتين اللي في الكرسي الخلفي كانوا زوجته إقبال الهالي اللي عندها 47 سنة من أصول عراقية برضه، ووالدة إقبال اللي عندها 74 سنة. أما البنت اللي كان فيها إصابات في الشارع فكانت بنت الزوجين اللي اسمها زينب وعندها 7 سنين. كان في كرفان مسجل باسم سعد الهالي كان متساب مكانه بالظبط زي ما العيلة كانت سايباه، واقف جنب خيمتهم. وصاحب الكامب قال للشرطة إن العيلة دي عملوا تسجيل دخول يوم التلات 4 سبتمبر، اليوم اللي قبل الحادثة مباشرة، بس كانوا وصلوا المنطقة فعليا يوم السبت وقعدوا في كامب تاني ليلتين قبل ما ينقلوا للكامب ده اللي اسمه لي سوليتير. صاحب الكامب ما افتكرش اي حاجة غريبة عن تصرفات العائلة دي. سعد كان سأل عن مسارات مشي كويسة في المنطقة، وصاحب الكامب نصحه بالمنطقة العامة حوالين شالن، بس ما حددش مكان معين. نزلاء تانيين قالوا للشرطة ان عيلة الهالي كانوا زي اي عيلة عادية في اجازة. النزلاء اللي كانوا بيخيموا جنبهم افتكروا البنتين الصغيرين بيلعبوا وهم مبسوطين، ولما ضباط التحقيق سمعوا الكلام ده وقفوا مكانهم. بنتين صغيرين، كانش فيه غير بنت صغيرة واحدة بس اللي اتلقت في مسرح الجريمة، زينب اللي عندها 7 سنين. كمان ما كانش فيه غير كرسي طفل واحد جوه العربية البي ام، فالمحققين ما فكروش حتى يفتشوا العربية عن طفل تاني. عمليات البحث السريعة في المنطقة ما كشفتش عن أي علامة لضحية تانية، وده ساب احتمالين: يا إما بنت الهالي التانية جريت جوه الغابة عشان تهرب من اللي ضرب النار ولسه موجودة في مكان ما، يا إما اتخطفت. في الوقت ده كانت الساعة قربت من منتصف الليل، والسلطات كانوا متجمعين في مسرح الجريمة بقالهم 8 ساعات تقريبا. فريق الطب الشرعي المتخصص كان لسه واصل من باريس، وظابط فتح أخيرا باب العربية البي ام الخلفي. ولما فتحوا باب العربية للأسف شافوا مشهد مرعب. تحت البلوزة بتاعت إقبال كانت قاعدة زينب بنتها اللي عندها 4 سنين ساكنة تماما. البنت الصغيرة كانت مرعوبة بس سليمة، ولمدة 8 ساعات كانت متجمدة في مكانها من الخوف، مش بتتحرك، مش قادرة تستوعب المذبحة اللي حصلت حواليها. ابتسمت بارتياح إنها أخيرا اتلقت. زينة بصت لفوق وقالت: مامي فين؟ أنا عايزة مامي. زينة ما خرجتش من العربية في أي وقت أثناء الهجوم، فما قدرتش تقول للمحققين أي معلومات كتير. كل اللي فاكراه إنها سمعت أصوات عالية قبل ما تستخبى بسرعة على الأرض بتاعة العربية. المحققين كانوا بيتمنوا إن أختها الكبيرة تكون أكثر إفادة منها، بس ما كانش معروف إذا كانت زينب هتخف ولا لأ. في نفس الوقت الأولوية كانت القبض على القاتل. لو إطلاق النار كان هجوم عشوائي من شخص مختل عقليا فكان لازم يتقبض عليه بسرعة قبل ما يعمل كده في حد تاني. المتوفين جوه العربية كانت محفظاتهم وموبايلاتهم وكاميرات الديجيتال بتاعتهم لسه معاهم، وده استبعد السرقة كدافع للقتل. بس الغريب إن جوازات سفرهم ما كانتش موجودة ولا في عربياتهم ولا في الكامب بتاعهم. للأسف الطب الشرعي ملقوش أي أدلة أو بصمات أو دي إن إيه في أي مكان في العربية. كل اللي كان مع الشرطة هو فوارغ الطلقات اللي اتلقى منها 21 في مسرح الجريمة. باستخدام المقذوفات والأدلة المادية المحدودة، المحققين استنتجوا إن العربية لما وصلت عند المكان ده نزل منها سعد وبنته زينب اللي عندها 7 سنين، ممكن عشان يفحصوا خريطة المنطقة اللي كانت متعلقة على جانب المكان بتاع انتظارهم. في نفس الوقت سيلفان موليه وصل بالعجلة بتاعته، ومن غير ما يعرفوا القاتل كان مستخبي في مكان قريب، ممكن في وادي قريب أو في الأشجار المحيطة، وفجأة بدأ يطلق النار عليهم. ما كانش واضح مين اتضرب الأول، بس طلقة أصابت سعد في ظهره وطلقة تانية وقعت سيلفان على الأرض. سعد جري بسرعة ورجع لعربيته وصرخ على زينب الصغيرة إنها تعمل زي ما هو عمل. قفل الباب بالمفتاح ورجع بالعربية نص دايرة بيحاول يهرب من الهجوم ده. في العملية دي خبط سيلفان موليه بالغلط، عجلات سعد غرزت في كومة من التراب وسابت عيلته محاصرة. القاتل خرج من مكان اختبائه وقرب من العربية وبدأ يضرب نار بدقة وبدم بارد، وأصاب سعد وإقبال زوجته ووالدتها. إقبال اتضربت 4 رصاصات وسعد اتضرب 3 رصاصات كمان. بعدها كل واحد من ال3 اللي موجودين في العربية اتضرب رصاصتين في دماغه. وبعدين القاتل رجع انتباهه لسيلفان موليه وضغط الزناد 4 مرات تانية.
وقف فوق جثته وضربه في نص جبهته كأنه بينفذ إعدام عليه. المحققين ما كانوش متأكدين من اللي حصل لزينب اللي عندها 7 سنين، اتضربت امتى وازاي. من شكل الإصابات اللي في راسها القاتل ممكن يكون خلص الطلقات اللي معاه واستخدم مسدسه عشان يقتلها بيه بس بالضرب، بدل ما يضربها بالنار استخدم ماسورة المسدس عشان يضربها في راسها بيها. الموضوع كله ممكن يكون ما استمرش أكتر من 60 ثانية. من ال 21 طلقة اللي اتضربت في الوقت ده 17 منهم أصابوا الضحايا. في الهجوم على زينب قطعة من مقبض المسدس اتكسرت. ده مع فوارغ الطلقات سمح للمحققين بتحديد نوع السلاح، كان مسدس لوجا عيار 6. نوع السلاح ده ما كانش منتشر، الموديل بتاع السلاح ده كان أساسي لأعضاء الجيش والشرطة السويسرية في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين. كان اختيار غريب لعملية إطلاق نار جماعي. ده نوع المسدس اللي ممكن تلاقيه في متحف أو مجموعة خاصة أكتر من إنه يستخدم في جريمة وحشية زي دي. رغم عمره كان لسه بيعتبر سلاح دقيق وموثوق فيه بشكل كبير، وبيسمح بإطلاق 48 طلقة في أقل من 30 ثانية. 8 طلقات بس ممكن يتحطوا في الماسورة في وقت واحد، ومع إطلاق 21 طلقة فده معناه إن اللي ضرب النار في المكان ده كان عبى المسدس مرتين أثناء الهجوم. وعشان قدر يعمل كده في نفس الوقت اللي بيصيب فيه كل أهدافه من غير ما يصيب جسم العربية المتحركة، الشرطة كانت متأكدة من حاجة واحدة: اللي ضرب النار هو شخص عنده مهارة وخبرة كافية وكان مصمم إنه يصيب كل ضحاياه. خبر المذبحة دي انتشر في المنطقة بتاعت أنيسي اللي الجرائم العنيفة فيها شبه منعدمة. شالن والمناطق المحيطة بيها كانت بتعتبر آمنة جدا، من النوع اللي السكان ما بيكلفوش نفسهم يقفلوا أبواب بيوتهم فيه. كان في 70 بيت بس في شالن، وده سهل على الشرطة إنهم يسألوا كل بيت. غير بريت مارتن ما كانش في حد شاف أي حاجة ممكن تفيد التحقيق أو عنده شكوك عن مين ممكن يكون الجاني، ما عدا 3 من عمال الغابات. واحد من عمال الغابات كان بيسوق عربيته ونزل على طريق اسمه كوم داير قبل إطلاق النار بفترة قصيرة. لما عدى على منطقة الانتظار اللي اسمها لو مارتينا اللي كانت واقفة عندها العربية، شاف موتوسيكل كبير واقف على جانب الطريق، كان لونه أبيض وأسود ومعاه شنط جانبية. السواق كل لبسه كان اسود، بما في ذلك خوذة غامقة مميزة عليها واقي كان نازل مغطي وشه بالكامل. لما عامل الغابات كمل على الجزء العام من الطريق، عدى على عربية بي ام واقفة في طريقه، كانت نفس العربية اللي بيملكها سعد. العربية كانت في حالة كويسة ونظيفة، وكان بيسوقها رجل بشرته غامقة ولحية خفيفة. وبعد 10 دقايق من الكلام ده عاملين غابات تانيين كانوا نازلين من الطريق من فوق لو مارتينا لما تقابلوا هما كمان مع الموتوسيكل الأبيض في اسود الكبير. وبما ان العربيات العادية والموتوسيكلات كانت ممنوعة تدخل الجزء ده من الطريق، فهم شاوروا لراكب الموتوسيكل عشان يوقف. خوذة الراكب كانت مميزة لانها كان عليها واقي بيتفتح على الجنب عشان اللي لابسها يقدر يكلم الناس من غير ما يشيلها. الراكب فتح الواقي ده وكان رجل ابيض بشرته بيضة عنده لحية صغيرة وحواجب كثيفة. ما قالش حاجة لما عمال الغابات قالوا له يرجع ويسوق لتحت. بريت مارتن اللي اكتشف الجثث كان راكب العجلة بتاعته، وكان شاف الموتوسيكل ده نازل على طريق كوم دير وهو بيطلع الطريق قبل الساعة 3:55 مساء. بريت ما افتكرش انه قابل العربية البي ام الرمادي دي قبل كده، بس كان عنده ذكرى مبهمة لعربية دفع رباعي كبيرة عدت عليه في وقت ما في رحلته. بناء على التوقيتات دي المحققين قدروا ان بريت وصل مسرح الجريمة في خلال دقيقة واحدة بس من اطلاق النار. ما سمعش اي حاجة من اصوات طلقات النار عشان الصوت كان مغطى عليه بصوت النهر السريع. الناس الوحيدة اللي سمعوا صوت الطلقات كانوا اب وابنة من السكان المحليين، بس ما ركزوش في الموضوع. موسم الصيد كان قرب، فافترضوا ان الصيادين بره بيجربوا بنادقهم. ولا بريت ولا ال3 متنزهين الفرنسيين اللي وصلوا مسرح الجريمة بعد اطلاق النار بفترة قصيرة افتكروا انهم شافوا اي حد معدي عليهم نازل من على التل. وده قدم احتمالين: يا اما الرجل اللي على الموتوسيكل هو القاتل وهرب بجرأة عن طريق الطريق العام حتى بعد ما عرف انه اتشاف في المنطقة، يا اما القاتل هو شخص تاني غير سواق الموتوسيكل وهرب عن طريق الغابة او الطريق الممنوع اللي على بعد لفة واحدة بس من لو مارتينا. رغم ان الطريق الضيق ده عليه علامة ممنوع الدخول بوضوح، كان لسه سهل الوصول ليه. اي حد ماشي او راكب موتوسيكل او عربية دفع رباعي كان ممكن ينزل من التضاريس الوعرة دي على الناحية التانية من الجبل في خلال ساعة. ولو الشخص سلك الطريق ده فمن هناك هيبقى فيه طرق كتيرة للهروب، إيطاليا وسويسرا قريبين. اتعمل رسم تقريبي للمشتبه فيه بناء على ذكريات عمال الغابات، بس الشرطة قرروا ما ينشروش الصورة خوفا من إنها تخوف راكب الموتوسيكل وتخليه يهرب. وبعد أقل من 48 ساعة من إطلاق النار مسرح الجريمة كان مليان بوسائل الإعلام المحلية والدولية.
كانت قصة إخبارية كبيرة والجمهور كان عايز يعرف معلومات. المدعي العام هو اللي اتكلم عن الموضوع ووضح إن الشرطة شغالة بكل جهدها عشان يحددوا الدافع ويحددوا القاتل. كل اللي يعرفوه متأكدين منه إن الفعل وحشي تماما، وكان واضح إن اللي عمل كده كان جاي عشان يقتل. الرئيس الفرنسي وعد إن كل حاجة هتتعمل عشان يلاقوا الشخص المسؤول. بما إن الجريمة حصلت على أرض فرنسية لمواطنين بريطانيين، فالسلطات الفرنسية ضمت ليها محققين من بريطانيا عشان يحاولوا يجاوبوا على السؤال المهم: هل ده كان هجوم عشوائي ولا في حد كان عايز عيلة الهيلي يموتوا؟ واحدة من أكبر المتع بتاعت الحياة لسعد الهيلي كانت قضاء وقت ممتع مع عيلته. قابل زوجته إقبال قبل 9 سنين في أبو ظبي اللي كانت عايشة فيها وقتها. اتجوزوا بسرعة ونقلوا لبيت طفولة سعد في قرية اسمها كليجت البريطانية اللي استقروا فيها عشان يربوا أسرتهم. إقبال أجلت شغلها كدكتورة أسنان عشان تبقى أم بيت لبناتها الصغيرين. رحلة جبال الألب الفرنسية دي كانت قرار سريع. سعد كان عنده شغل في مدينة جنيف السويسرية اللي على الحدود مع أنيسي. رغم إن زينب وزينة كانوا هيرجعوا المدرسة بعد الأجازة الصيفية، سعد اعتبرها فرصة لأجازة عائلية قصيرة. كان بيعشق فرنسا وكان قاعد في منطقة جبال الألب أكتر من مرة قبل كده، وكمان كانت فرصة إنه يخرج الكرفان بتاعه في رحلة. سعد كان بيشتغل مهندس حر وكان عنده هواية إنه يشتغل في الأجزاء الميكانيكية. حب الكرفانات بعد ما رمم كرفان متضرر ورجعه لحالته الأصلية. من ساعتها اشترى واحد جديد وكان بيستغل أي فرصة عشان يستخدمه. ساعات كان بياخد عيلته يقعدوا في الكامب المحلي اللي على بعد 15 كيلو بس من بيتهم عشان يستمتعوا بتغيير الجو. العيلة كمان عزموا والدة إقبال على الرحلة دي عشان تنضم لهم في أجازتهم الفرنسية السريعة. السيدة اللي عندها 74 سنة كانت عايشة في السويد، بس في الوقت ده كانت عايشة مع بنتهم التانية اللي على بعد ساعة من العيلة دي في جنوب إنجلترا. ولما انتشر الخبر إن الضحايا عايشين في كليجت، اهتمام الإعلام في بريطانيا زاد جدا، لأن كليجت كانت ضاحية غنية مناسبة للعائلات على بعد 15 كيلو جنوب غرب لندن. فكرة إن عيلة من السكان المحليين تكون هدف لعملية إطلاق نار دولية كان خبر مثير وغريب. والدين سعد كانوا توفوا في السنين الأخيرة، بس المراسلين اتجمعوا بره شقة أخوه الوحيد زاهد الهالي. زاهد مقدرش يفكر في أي حد ممكن يكون عايز يأذي سعد أو عيلته. صحاب العيلة التانيين أكدوا إن مفيش أي حاجة غريبة في عيلتهم. سعد وإقبال كانوا طيبين ولطفة مع كل اللي حواليهم، وبناتهم كانوا مبسوطين وسلوكهم كويس. بس كان في فرد واحد من العيلة كان عليه علامات تحذير وخطوط حمراء. الشخص ده كان حيدر أخو إقبال. كان عايش في السويد مع والدتهم وكان عنده شيزوفرينيا بسبب مرضه العقلي. التقارير كشفت إن حيدر عنده تاريخ في تهديد وضرب والدته، وإنها كانت عايشة في خوف دائم منه. المحققين فكروا إذا كان عدم استقرار حيدر العقلي ممكن يكون خلاه ينظم عملية إطلاق النار دي. بحثوا عن مكانه وقت الجريمة واكتشفوا إنه كان بيتلقى علاج نفسي في إنجلترا لما حصلت الجرائم، وده إداله حجة غياب تامة. رغم إن سعد كان عايش في بريطانيا من وهو صغير وبيعتبر قانونيا مواطن بريطاني، إلا إنه أصلي العراقي اتفحص بالتفصيل. المدعي العام قال للصحافة حقيقة إنه اتولد في العراق وإن عنده عيلة في العراق. طبعا دي حاجة بتهمنا وبنسأل نفسنا إذا كان في علاقة بين ده وبين موته. لما الكرفان بتاع العيلة الموجود في الكامب اتفتش، كشف إن سعد كان مسافر ومعاه لابتوب وكذا فلاشة. ولما المحققين فحصوا اللي جواهم لقوا ملفات كتير مليانة بيانات فنية ومعلومات سرية متعلقة بشغل حر كان بيعمله سعد لشركة بريطانية بتبيع أقمار صناعية. البيانات اللي سجلها كانت أكتر بكتير من اللي مطلوب لشغله. لابتوب وكمان كان عليه برنامج تتبع، وده معناه إن أي حد عنده إمكانية الوصول ليه يقدر يتتبع تحركاته. المحققين بدأوا يفكروا إذا كان سعد ممكن يبيع تكنولوجيا الأقمار الصناعية وأسرار صناعية تانية لدول عايزة تستخدمها مثلا ضدهم. ممكن يكون باع أسرار واتقتل عشان يضمنوا سكوته، أو رفض يسلم المعلومات فبقى مستهدف نتيجة لكده. بس صحاب شغل سعد أنكروا إنه كان بيشتغل في أي مشاريع سرية. مفيش أي حاجة في شغله فيها أي مخاطرة، ولا كان بيطلب منه يوقع على قانون الأسرار الرسمية. الناس اللي عرفوا سعد استبعدوا تماما إنه يكون متورط في تجسس صناعي أو حاجة من الكلام ده. هو كان مجرد أب مجتهد ومخلص بيحب بس ركوب العجل في وقت فراغه، وكان دايما مستعد يساعد أي صديق أو جار محتاج مساعدة. سعد كمان كان صريح وبيحب يناقش آراءه الاجتماعية والسياسية، يعني ما كانش هينفع يبقى جاسوس أبدا. مفيش أي احتمال إنه بيشتغل في شغل سري للغاية. بس بالنسبة لجاره فيليب، خبر موت سعد رجع بيه ل 2003 لما كان في غزو في العراق وقتها.
الشرطة راحوا لفيليب وسألوه إذا كانوا ممكن يستخدموا مدخل بيته عشان يراقبوا عيلة سعد، وفضلوا واقفين في مدخل بيته طوال اليوم بيراقبوا البيت اللي عايش فيه سعد وأخوه زاهد وقتها. أي وقت كان سعد بيسوق فيه عربيته وبيخرج الشرطة السرية كانت بتتتبعه. فيليب معرفش ليه كانوا بيراقبوا الأخوين دول ولا حذرهم أبدا إنهم متراقبين، بس الموضوع ده ساب جواه فضول كبير. يوم السبت 8 سبتمبر 2012 بعد إطلاق النار ب3 أيام، الضباط دخلوا للبيت المكون من دورين اللي بيملكه سعد، صادروا حاجات كتير من أجهزة الكمبيوتر. سعد كان محول مخزن الحديقة ورا البيت لمكتب مؤقت، اتلاقى جواه حاجات خطيرة ممكن تسبب قلق للضباط. اتصلوا بفرقة المفرقعات كإجراء احترازي، والمنطقة اتحصرت والناس اللي ساكنين قريب اضطروا يخلوا المنطقة. كان انذار كاذب، مفيش أي حاجة من الحاجات دي طلعت خطيرة ولا حاجة، بس كان في كام حاجة تانية أثارت الشكوك جوه البيت. الشرطة لقوا صاعق كهربائي، السلاح ده غير قانوني وبيبان غريب إن عيلة هادية ملهاش أعداء يكون معاهم السلاح ده للحماية. ده غير إن الإقفال بتاعت البيت كانت اتغيرت قريب، ونظام إنذار الأمان كان جديد لسه متسطب. أيا كان السبب، بيبان إن سعد كان قلقان من حاجة. وأثناء ما المحققين كانوا بيحاولوا يجمعوا صورة واضحة عن اللي حصل وعن سعد وخلفيته، زينب سعد اللي عندها 7 سنين فاقت من الغيبوبة اللي كانت فيها. البنت الصغيرة كانت بتتعافى بشكل كويس، بس لسه حالتها حرجة. المحققين تعاملوا بحذر شديد وهم بيسألوها، وزينب افتكرت إن في يوم الجريمة والدها سألها تحب تعمل إيه في اليوم ده، تروح تتسوق في المدينة ولا تتمشى في الغابة. زينب اختارت التمشية. غير وصولهم للمكان ده ونزولها من العربية مع والدها قبل إطلاق النار مباشرة، زينب ما افتكرتش غير إنها شافت رجل واحد في المكان ده. وبعد ما قالت المعلومات دي وحالتها بقت مستقرة شوية، زينب أخدت الموافقة إنها ترجع لبريطانيا تاني هي وأختها الصغيرة زينة، وتحطوا في مكان سري وتحطوا تحت حماية مشددة من الشرطة. الأطباء النفسيين اعتقدوا إن زينب ممكن تكون فاكرة حاجات أكتر عن الهجوم، بس مصدومة لدرجة إن دماغها ما قدرتش تعالج المعلومات لسه. المحققين اضطروا يتقبلوا إن الشاهدة الرئيسية مش هي المفتاح لحل الجريمة البشعة دي، فبدلا من كده جابوا صور أرشيفية لمنطقة شالن من كل شركة أقمار صناعية في أوروبا، ودرسوا الصور الثابتة من يوم إطلاق النار. كمان جابوا لقطات من كاميرات المراقبة من الطريق اللي العيلة كانوا هيسلكوه من كلاي جيت لموقع التخييم بتاعهم في فرنسا، ودققوا في اللقطات من محطات البنزين لطرق الرسوم ومحطات العبارات. كانوا بيحاولوا يشوفوا العربية البي ام هتمر منين. قارنوا الصور الثابتة عشان يشوفوا لو العربية دي كانت متراقبة، بس مفيش أي عربية ظهرت ورا العيلة أبدا. بعد 8 أيام من التحقيقات، المدعي العام الفرنسي إيريك مايو صرح للصحفيين إن رغم إن دافع الجريمة وهوية الجاني لسه مجهولة، مفيش أي شك إن أسباب الجريمة جاية من إنجلترا. نظرية إن سعد كان متورط في تجسس صناعي انتشرت وبقت منجم ذهب للصحف البريطانية، بس في الوقت اللي السلطات كانوا بيتتبعوا ده كاحتمال حقيقي ومحتمل، ظهر دليل تاني معقول أكتر. في سبتمبر اللي قبله، سعد كتب جواب لصديق طفولته بعد موت والده. في الجواب ده اتكلم عن علاقته بأخوه الأكبر زاهد. سعد كتب: أنا وزاهد مش بنتواصل خالص دلوقتي، هو شخص مسيطر وحاول يعمل حاجات كتير بطرق ملتوية. حتى لما والدي كان عايش كان بيحاول يسيطر على كل ممتلكاته ويطلب السيطرة. دي قصة طويلة وأنا اضطريت أمسحه من حياتي. أنا محتاج بس دلوقتي أركز على زوجتي وبناتي الحلوين. بس على عكس الكلام ده، زاهد قال للمحققين البريطانيين إن هو وأخوه علاقتهم كانت مدهشة، لدرجة إن بعد ما مرات زاهد ماتت بالسرطان في 2007، سعد دعا أخوه زاهد إنه يعيش معاه هو وزوجته وبناته مؤقتا لحد ما حياته تستقر. ابن زاهد الكبير كان ساب البيت، وسعد فكر إن وجود زاهد وسط الناس بيحبوه هيكون كويس ليه في فترة حزنه، وقال إنه بالفعل قعد مع أخوه أكتر من سنة، وخلالها استمتع بوقته مع زينب وزينة. خناقات الإخوات اتأكدت من صحاب تانيين لسعد. كل الخناقات والخلافات دي بدأت لما والدهم كارم مات في أغسطس 2011. وقت وفاته كارم كان عايش في إسبانيا، وساب ممتلكاته لاتنين ولاده هيتقسموا بالتساوي، بيت في كلاي جيت وشقة كارم في إسبانيا. بما إن سعد وعيلته كانوا عايشين خلاص في بيت كلاي جيت اللي كان سعره حوالي 800 ألف جنيه استرليني وقتها، زاهد كان عايز سعد يشتريه منه. زاهد كمان كان عايز يزود حصته من الشقة الإسبانية ل75% مش 50. سعد كان حاسس إن ده ظلم تام ورفض يقبل مطالب زاهد. التوتر زاد والأمور وصلت لنقطة حرجة في أكتوبر 2011. زاهد في الوقت ده كان لسه عايش في بيت كلاي جيت وقتها، بس كان بيدور على مكان يعيش فيه لوحده.
حصلت خناقة بالأيدي بين الأخوين انتهت باتصال سعد بالشرطة، وبعدها بفترة قصيرة سعد غير الإقفال بتاعة البيت. الأخوين الاتنين جابوا محامين يمثلوهم في قضية ممتلكات والدهم، وكل الاتصالات اللي حصلت بعد كده كانت عن طريق وسطاء ما بينهم، ما كانوش بيتكلموا. سعد طلب تجميد وصية والده عشان يضمن إن زاهد ما يقدرش ياخد أي فلوس لحد ما الخلاف ده يتحل. في دردشة على الإنترنت مع صديقه جيمس، سعد وصف زاهد بإنه جشع. كمان قال لصاحبه ده إنه عنده أسباب يعتقد بيها إن زاهد أخوه متورط في قضايا تهرب ضريبي واحتيال، وكان مستعد يستخدم المعلومات دي ضده لو احتاج لكده. سعد كمان قال لجيمس إن حاجات قيمة اختفت من بيته وزاهد كان عايش فيه، وعشان كده غير الإقفال بتاعة البيت. لما سعد اتقتل ما كانش يتكلم مع أخوه من سنة تقريبا. حقيقة إن زاهد قال للشرطة في الأول إن علاقته كويسة رفعت علامات استفهام كبيرة عند المحققين. لما واجهوه بالأدلة اللي بتقول عكس كده، زاهد اعترف بوجود خلافات مالية بينه وبين أخوه سعد، بس أصر إن علاقتهم كانت قريبة. زاهد أنكر إن كان في خلاف مع أخوه، وقال إن خلافهم على الفلوس ما كانش خلاف شخصي. زاهد كان عنده دليل قاطع إنه ما كانش موجود يوم الجريمة، كان على شاطئ البحر مع صديقه بياكلوا آيس كريم وبيتفرجوا على المحلات. حجة الغياب دي خلت الشرطة تعتقد إن مش زاهد هو اللي ضغط على الزناد، بس ممكن يكون هو اللي دبر الموضوع، أجر حد تاني ينفذ الهجوم مكانه. طريقة القتل كان فيها كل علامات القاتل المحترف، قناص دقيق أطلق رصاصاته في دماغ كل ضحية بكل دقة. المسدس لوجا كان الدليل الملموس الوحيد، بس كان في حوالي 30 ألف قطعة سلاح من النوع ده في سويسرا لوحدها. بما أن مسرح الجريمة كان على بعد 40 كيلو تقريبا من حدود سويسرا والمسدس المستخدم كان سويسري، السلطات في جنيف اتدخلوا عشان يساعدوا. اكتشفوا ان الشغل اللي سعد كان ناوي يخلصه في سويسرا كان متعلق بحساب بنكي خاص باسم والده. سعد اتصل بالبنك يوم الاثنين قبل وفاته بيومين بس، واتكلم معاهم عن نيته انه يزورهم قريب. ده كان ملحوظ بما ان كان في نشاط مشبوه على الحساب قبل كده. كارم والد سعد فتح الحساب ده في سنة 88، حط فيه مبلغ كبير بقى دلوقتي قيمته حوالي مليون يورو. الحساب ده ما اتلمسش تقريبا من ساعتها، وده اللي موظف البنك استغربه لما حد في انجلترا قدم على بطاقة ائتمان متصلة بالحساب قبل وفاة كارم بسنة. الموظف دقق في نموذج الطلب ولاحظ ان توقيع مقدم الطلب مختلف عن التوقيع اللي عندهم. البنك اتصل بكارم اللي انكر انه عمل الطلب ده. مدعي عام سويسري صرح علنا ان الشخص اللي حاول يحصل على بطاقة الائتمان بطريقة احتيالية هو زاهد اخو سعد. اكتشفوا ان زاهد زور توقيع والدهم عشان يحاول يوصل للفلوس في حساب سويسرا، بس زاهد انكر الادعاء ده بشدة واصر ان والده هو اللي قدم على بطاقة الائتمان دي. بغض النظر عن كده، كشف ان العيلة دي كان عندهم حساب بنكي سري في سويسرا زود التكهنات حوالين القضية. لو العيلة ملاش حاجة تخبيها، ليه بيخبوا فلوس في حساب في الخارج؟ بعد شهر ونص من إطلاق النار، سعد وإقبال وسعاد والدة إقبال اتدفنوا في جنازة خاصة في قسم المسلمين الشيعة في مقابر في كلاي جيت. كارم كان محامي ناجح ومشهور، اتحول لرجل أعمال بعد كده، جمع ثروة كويسة من بيع المناديل الورقية والدواجن. كان في ادعاءات ربطته بأنه جاب ثروته دي من غسيل الأموال لبعض الناس، دي كانت ادعاءات كاذبة كانت فيها إهانة لقرايبه اللي لسه عايشين. فلوسه كلها جمعها باجتهاده. فالموضوع ده بدأ يختفي من الصحف شوية، بس اتكشف إن سعد كان عنده آراء سياسية متطرفة شوية كان بيشاركها على الإنترنت في منتديات دردشة عربية. ده أدى لتكهنات إن سعد ممكن يكون ضحية اغتيال من جهة معينة، نظرية بتتأكد من حقيقة إن جوازات سفر سعد وإقبال كانت لسه مفقودة. الشرطة فتشت بيتهم وعربيتهم وعربية التخييم بتاعتهم، وكمان أقسام الشرطة ومكاتب المفقودات والفنادق اللي العيلة سلكتهم في طريقهم للرحلة، بس جوازات السفر بتاعتهم اختفت تماما بشكل غامض. البعض تكهن إن القاتل ممكن يكون خدها كنوع من الغنيمة أو إثبات لتنفيذ عملية القتل. عمليات اغتيال شبيهة حصلت قبل كده، بس اللي كانوا متورطين فيها كانوا مرتبطين بتطوير أسلحة أو مرتبطين بالجيش، وكانوا بيعتبروهم خطر على الأمن القومي، بس مفيش حاجة في خلفية سعد بتقول إنه بينطبق عليه الكلام ده. كمان لو قاتل مأجور كان فعلا هو اللي عايز يقتل سعد، ما كانش منطقي إنه يهاجم زوجته وحماته وأولاده كمان. بعض المحققين كانوا مقتنعين إن الجريمة فيها سمات القاتل المأجور، والبعض التاني فكروا بشكل مختلف. لو القاتل كان محترف، المشككين في نظرية القاتل المأجور تساءلوا ليه القناص استخدم سلاح قديم كده. المحققين بدأوا يفكروا في موضوع إن ممكن يكون حد استدرج سعد المارتينا بحجة كدابة.
سجلات تليفونه وإيميلاته اتفحصوا بس ما لقوش أي حاجة بتدل على اجتماع متفق عليه مسبقا في المكان ده. نزيل كان في نفس موقع التخييم بتاع عيلة سعد، افتكر انه شاف سعد بيتخانق مع رجل شكله أجنبي بس ده ما تمش تأكيده. كان في إشاعة إن قتلة مأجورين كمان من شرق أوروبا ممكن يكونوا اتأجروا من على الإنترنت المظلم مقابل دولارات هما اللي قتلوا سعد. الرجال دول اتعودوا على العنف في الصراعات المسلحة، وبعضهم كان مستعد يستخدم خبراته القاتلة مقابل فلوس. ممكن يكون قاتل مأجور محترف سافر لفرنسا عن طريق البر ونفذ عملية القتل، بعدين اختفى ورجع على بلده بسرعة من غير ما يلفت الأنظار. بالنسبة للمحققين، الخلاف المالي بين الأخوين ادى لزاهد دافع قوي يكون عايز يتخلص من سعد وعيلته بيه. بس لو زاهد فعلا أجر حد عشان ينفذ الجريمة، ليه القاتل ما كملش المهمة بقتل زينب وزينة؟ البنات اللي عايشين هيورثوا ممتلكات سعد، يعني زاهد ما كانش هيستفيد كتير. بينما كل النظريات دي كانت مقنعة، ما كانش فيه ولا واحدة فيهم منطقية تماما. ده خلى المحققين ملهمش حل غير انهم يفكروا في احتمال تاني خالص. ماذا لو سعد ما كانش هو المستهدف من الأساس؟ إقبال بقت شخصية ثانوية في القصة الإعلامية الضخمة اللي ركزت بشكل كبير على سعد. السبب اللي خلاهم ما يركزوش على إقبال إن إقبال كانت سيدة عادية وطبيعية، منطوية شوية، متدينة جدا بدينها الإسلامي. بس لما الشرطة دققوا في خلفية إقبال اكتشفوا إنها كانت مخبية سر. في وثيقة زواج سعد وإقبال كتبت إنها ما كانتش متجوزة قبل كده، بس ده ما كانش صحيح. إقبال ما كانتش متجوزة بس قبل كده، ده هي كانت لسه متجوزة قانونيا وقت ما هي وسعد اتجوزوا في 2003. في 1999 إقبال سافرت لأمريكا عشان تشتغل كدكتورة أسنان، وبعد فترة قصيرة اتعرفت على رجل اسمه جيمي تومسون بيشتغل في النفط وبيحب الدراجات النارية، كان أكبر منها ب20 سنة. الاتنين حبوا بعض واتجوزوا بسرعة. إقبال سكنت في بيت جيمي في لويزيانا وتبنت أسلوب حياة غربي. كمان غيرت اسمها لكيلي وبقت بتقضي وقت فراغها في الجري وعمل حفلات شوي مع عائلة جيمي جنب حمام السباحة. إقبال وجيمي كانوا متجوزين وسعداء لمدة 18 شهر. بعدها إقبال سابت أمريكا فجأة ورجعت لأبو ظبي. بعض الناس بيعتقدوا إنها كانت ببساطة مشتاقة لبيتها، البعض التاني برر الموضوع بإن أهلها ما كانوش راضيين عن زواجها من شخص مش مسلم، وده اللي خلاها تسيبه وترجع على أبو ظبي تاني. في كمان تكهنات إن زواجها من جيمي كان جواز مصلحة بس عشان إقبال تقدر تاخد الجرين كارد الأمريكية. أيا كان السبب، فجواز إقبال من الشخص الأمريكي ده ما طولش كتير. بعدها إقبال وسعد اتعرفوا على بعض عن طريق عائلاتهم كجزء من جواز صالونات متفق عليه من الطرفين. على حد علم كل أصحاب العيلة دي في إنجلترا، سعد ما كانش عنده أي فكرة إن زوجته إقبال كانت متجوزة قبل كده. اتصدموا تماما لما عرفوا إن إقبال كانت عايشة قبل كده حياة غربية وشخصية منفتحة نوعا ما في أمريكا، لأن ده كان عكس تماما الشخصية المحافظة اللي عرفوها في إنجلترا. كانت بتقعد لوحدها في أغلب الوقت وكانت خجولة جدا، ما كانتش حتى بتسوق أو بتخرج تعمل شوبينج لوحدها. المحققين كانوا متشوقين يعرفوا ليه إقبال سابت أمريكا فجأة، وحاولوا يتواصلوا مع جيمي تومسون زوجها السابق في لويزيانا. بس هنا اكتشفوا اكتشاف صادم تاني، جيمي كان مات في نفس اليوم اللي إقبال اتقتلت فيه. السجلات الطبية قالت إن جيمي اللي كان وزنه زايد مات بنوبة قلبية وهو بيسوق عربيته، لكن لما عيلته عرفوا إن إقبال اتقتلت قبلها بساعات قليلة بدأوا يسألوا أسئلة. ما كانش في تشريح رسمي اتعمل لجثة جيمي لأنهم كانوا شايفين الوفاة طبيعية، بس بعد ما عرفوا بموضوع إقبال ووفاتها في نفس اليوم بدأوا يشكوا في النقطة دي. جودي أخت جيمي كانت عارفة إن إقبال وجيمي أخوها كانوا بيتواصلوا عن طريق الإيميل، بس ده كان بيناقض كلام أصحاب عيلة سعد في إنجلترا اللي قالوا إن إقبال كانت بتخاف من التكنولوجيا ورافضة تماما تخلي سعد يعمل لها إيميل. بس على حسب كلام جودي، لما راحت تشيك على إيميل جيمي أخوها كل رسايله كانت اتمسحت. ومع الحاجات المريبة دي، مكتب التحقيقات الفيدرالي قرر إنه يحقق في احتمالية إن موت جيمي يكون له علاقة بقتل زوجته السابقة، وفكروا حتى يستخرجوا جثته ويعملوا لها تشريح رسمي. بس في النهاية ما كانش في أي حاجة تدعم نظرية إن موت جيمي كان له علاقة بحادثة إطلاق نار في فرنسا. حقيقة إن هو وزوجته السابقة ماتوا في نفس اليوم تم اعتبارها مجرد صدفة. كمان فكرة إن إقبال قدرت تخبي حقيقة إنها كانت متجوزة قبل كده وتفضل تخليها سر عن كل الناس اللي حواليها خلى الناس تتساءل، يا ترى إيه الأسرار التانية اللي ممكن تكون مخبياها؟ ما كانش في أخبار كتير عن والدة إقبال الأرملة اللي عندها 74 سنة وأم ال4 أولاد.
كانت عايشة في ضواحي ستوكهولم، اتنقلت للسويد من العراق في نص التمانينات مع جوزها وابنهم هاني. على حسب ما اتقال كانت شخصية هادية وانطوائية والكل بيحترمها. المحققين ما قدروش يعرفوا السبب الحقيقي ورا قرارها بأنها تنضم لعيلة سعد في رحلتهم المفاجئة لفرنسا. بسبب سنها والمعلومات القليلة عنها ما كانتش خيار واضح بالنسبة للمحققين، هما بيحاولوا يحددوا مين الضحايا المستهدفة ومين جم في الرجلين. بس برضه ظهرت شوية حاجات مريبة خلتهم بسرعة ما ينفعش يشيلوها من حساباتهم. لما فتشوا الكمبيوتر بتاعها اكتشفوا انه كان عليه برنامج تجسس. ده معناه ان اي حد كان عنده امكانية الوصول للبرنامج ده كان يقدر يشوف كل حركة هي بتعملها على الكمبيوتر من بعيد. تنزيل البرنامج ده كان محتاج مهارات تكنولوجية هي ما كانتش معروف انها بتمتلكها، وده طرح سؤال: ليه اي حد عايز يتجسس على تحركات سيدة كبيرة زي دي على الانترنت؟ السجلات البنكية بتاعتها ما أظهرتش إنها غنية، وده خلى الموضوع أكثر غموضا. لما بيتها في السويد اتسرق بعد حادث إطلاق النار كان في شوية حاجات اتسرقوا، منهم مجموعة من الأوراق الشخصية والسجلات البنكية بتوعها. المحققين ما كانوش مستعدين يقفلوا أي خط تحقيق في الوقت ده، بس احتمالية إنها كانت هي المستهدفة وإن عيلة بنتها اتورطوا معاها بطريقة ما اتحطت في آخر القايمة. كان في احتمالية تانية كانت منطقية أكتر من بداية التحقيق. عيلة سيلفان موليه راكب العجلة اللي اتقتل في المكان طلبوا خصوصية تامة عشان يحزنوا على فقدهم في سلام. بسبب ده ما كانش معروف عنه معلومات كتير. المحققين الفرنسيين كانوا متأكدين إن سيلفان كان مجرد واحد في المكان الغلط في الوقت الغلط، بس في ناس تانية ما كانوش متأكدين من الموضوع ده، لأن سيلفان اتصاب بطلقات نار أكتر من أي ضحية تانية، 5 طلقات، وهو الضحية الوحيدة اللي عايشة في المنطقة. عشان كده المحققين البريطانيين كانوا شايفين ان من المنطقي يفكروا ان سيلفان ممكن يكون كان هو الهدف، اما العيلة بتاعت سعد كانوا مجرد ضحايا عرضية مش العكس. قبل ما ياخد اجازة طويلة مؤخرا، سيلفان موليه كان بيشتغل في مصنع متعلق بالمكونات النووية. كان في ناس بتتساءل يا ترى سيلفان كان بيبيع اسرار نووية لدول تانية وتورط في الموضوع ده، او اغضب حد عايز يوقفه مثلا. كمان بدأت تخرج تكهنات ان سيلفان وسعد كانوا يعرفوا بعض، وإنهم كانوا بيتآمروا مع بعض عشان يبيعوا أسرار نووية وأسرار أقمار صناعية. بس سيلفان كان بيشتغل مجرد لحام في المكان ده، ما كانش عنده أي معلومات سرية. المفروض ما كانش في أي حاجة في سجلات التليفون أو الإيميل بتاعه بتشير إنه كان متفق يقابل حد في المكان ده، ولا كان في أي دليل إن هو وسعد قابلوا بعض قبل كده. طلع كمان إن سعد ما كانش الوحيد اللي متورط في خناقة على فلوس. صحيفة محلية حققت في خلفية سيلفان واكتشفت إن شريكة حياته كلير اللي كانت من عيلة غنية في المنطقة ورثت صيدلية والدها مؤخرا، وقيمتها كانت أكتر من 1,000,000 يورو. على حسب الجريدة دي عيلة كلير كانوا حاسين إن سيلفان بيستغل ثروتهم وبيعيش على حساب بنتهم. ولما سيلفان أعلن إنه هياخد أجازة من الشغل لمدة 3 سنين وهيعيش على دخل زوجته عشان يربوا أولادهم سوا، الخلافات وصلت لذروتها يوم إطلاق النار. والد كلير بنفسه هو اللي نصح سيلفان إنه يمشي في الطريق ده. المحققين الفرنسيين فكروا في احتمالية إن ده ممكن يكون جزء من خطة متعمدة عشان يمنعوا سيلفان من أي حق في ثروة العيلة. بس الفكرة إن عيلة كلير ما كانوش أغنياء بالشكل اللي الصحفيين وصفوه في المقال ده. كلير ما أخدتش الصيدلية كهدية، هي أخدت قرض من والدها وبتسدده بالبطيء. كمان هي وسيلفان ما كانوش متجوزين، يعني هو ما كانش له حق قانوني في أي فلوس من فلوسها، فالنظرية دي استبعدت. كان مستحيل على خبراء الطب الشرعي يحددوا مين من الأربع ضحايا اتضرب بالنار الأول، بس كان في تفسير بيقول إن سيلفان هو اللي اتضرب بالرصاصة الأولى. ولو ده صح يبقى من المنطقي نفترض إن هو كان الهدف المقصود والتانيين هم اللي كانوا في الوقت الغلط في المكان الغلط. واحد من صحاب سيلفان اتكلم مع جريدة محلية وقال إن سيلفان كان معروف إن هو بتاع بنات. حسب كلام صاحبه، سيلفان اعترف له مرة إن هو بيحس إنه لازم يبقى حريص وهو ماشي في الشارع لأنه بيخاف إنه يتضرب بالنار. فالمحققين بدأوا يفكروا في احتمالية إن سيلفان ممكن يكون اتقتل على إيد زوج غيور في جريمة شرف. عشان كده المحققين بدأوا يدوروا في علاقاته اللي خارج إطار الزواج، بس ما وصلوش لأي حاجة. بعد تحقيقات مكثفة، نظرية تانية منطقية بدأت تظهر بقوة. ماذا لو ما كانش في حد مستهدف أصلا وكل الضحايا دول كانوا مجرد ناس في المكان الغلط في الوقت الغلط؟ ماذا لو كان مجرد مسلح مختل عقليا عارف المنطقة كويس، مستخبي مستني يهاجم أي حد يتعرض له بالصدفة في المكان ده؟ خبرة القاتل في استخدام السلاح بتشير إنه ممكن يكون عسكري سابق أو ضابط شرطة ومعاه رخصة سلاح قانونية.
المحققين في فرنسا وسويسرا فتشوا في سجلات الأمراض العقلية وبدأوا يدوروا على أي حد عنده خلفية عسكرية وعنده ميول للقتل، ووصلوا لبعض أسماء المرضى اللي كانوا لسه خارجين قريب من مصحات عقلية وكان عندهم سوابق في جرائم عنف أو معاهم أسلحة، بس ما لقوش أي حد ينطبق عليه الوصف ده. مرت شهور وكان في أكتر من 40 ضابط متفرغ للقضية دي، ورغم التحقيق الدقيق المكثف كل اللي مع الشرطة كان مجرد نظريات ملهاش أي أساس. الناس فضلوا مهتمين بكل القصص الغريبة عن جواسيس واغتيالات وأسرار دولية، والقصص دي بقت مادة دسمة للصحف الصفراء لحد إبريل 2013. كان عدى 7 شهور من غير أي جديد في القضية. المحققين الفرنسيين فضلوا مقتنعين إن مفتاح حل الجريمة مع زاهد أخو سعد. زاهد اتحقق معاه تاني وأكد إن الخلاف مع أخوه كان مجرد خلاف مالي مفيش فيه أي ضغينة كبيرة. قال إنه بيحب سعد ومتأثر جدا بالمأساة اللي حصلت له ولعيلته وعايزها تتحل زيه زي أي حد وأكتر. بس لما زاهد اتطلب منه يروح فرنسا عشان يشهد رفض تماما. زاهد كان أعلن عن عدم ثقته في السلطات الفرنسية وكان حاسس إنهم بيستغلوا الخلافات المالية بينه وبين سعد عشان يغطوا على حقيقة إن أصل الجريمة حصل في فرنسا. لو زاهد سافر كان خايف إن السلطات تزرع دليله في مسرح الجريمة ويورطوه في القضية غصب عنه عشان يقفلوها. زاهد قال في مقابلة صحفية: بصراحة لو السلطات الفرنسية قالت لي إن الشمس بتطلع من الشرق وبتغرب من الغرب هشك إنهم بيكذبوا. زاهد ما كانش ملزم قانونيا إنه يطيع طلب السلطات الفرنسية إلا لو كان معاهم أدلة قوية ضده، فعمل بنصيحة محاميه وتجاهلهم تماما. وده ما عملش حاجة غير إنه زود الشكوك حواليه. لو زاهد مفيش عنده حاجة يخبيها كان المفروض يعمل أي حاجة عشان يساعد في التحقيق ده. الشرطة جابت سجلات تليفون زاهد من 2012 ولاحظوا حاجة غريبة. في ال3 أسابيع اللي قبل حادثة إطلاق النار كان في مكالمات كتير متسجلة من وإلى 5 أرقام مختلفة في رومانيا. المكالمات دي وقفت فجأة بعد الحادثة مباشرة والأرقام ما تعرفتش بسرعة، وده خلى المحققين يتساءلوا هو زاهد كان بيكلم مين في رومانيا. زاهد أنكر المكالمات دي تماما وما كانش عنده أي تفسير ليها، ده ومع إنكاره في الأول إن في أي خلاف بينه وبين سعد ورفضه إنه يتعاون مع المحققين في فرنسا وصل الأمور لذروتها. يوم الاثنين 24 يونيو 2013 بعد 9 شهور من إطلاق النار، محققين بريطانيا زاروا زاهد في شقته وقبضوا عليه بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل. فرقة شرطة فتشوا شقته بس ما لقوش أي حاجة تربطه بالجريمة. وتاني يوم زاهد خرج بكفالة، واللي على حسب القانون البريطاني مش محتاجة مبلغ مالي، بس محتاجة إن زاهد يفضل عايش في عنوانه الحالي ويبعد عن أي شهود محتملين. زاهد كان مصر إن عمره ما عمل أي مكالمات لحد في رومانيا، والمحققين الفرنسيين راجعوا سجلاتهم واكتشفوا إن كان عنده حق. المكالمات الغامضة لرومانيا دي كان عملها سعد نفسه. مر شهور من التحقيق وما نجحتش إنها تكشف أي دليل بيربط زاهد بجرائم القتل. في الذكرى السنوية الأولى لإطلاق النار كانت تاخد أكتر من 3500 إفادة وتتبعوا خطوط تحقيق في 23 دولة مختلفة، والتحقيق رجع لنقطة الصفر. في أوائل شهر نوفمبر 2013 السلطات الفرنسية قرروا أخيرا ينشروا رسم تخطيطي لراكب الموتوسيكل اللي عمال الغابات شافوه قريب من المكان اللي حصل فيه إطلاق النار قبله مباشرة. كانوا بيشتغلوا بجد عشان يعرفوا نوع الخوذة الغامقة اللي كان لابسها الراكب على أمل إن ده يوصلهم لصاحبها. النوع الغريب من الخوذة دي كانت بتنتجه شركة فرنسية اسمها GPA، وما كانش فيه غير 8000 خوذة من اللون الغامق ده متداولة في الأسواق. المحققين حاولوا يوصلوا لكل واحدة منهم، كلموا تجار نوادي الموتوسيكلات وراقبوا المبيعات على الانترنت وفتشوا بيوت الناس المعروف انهم بيملكوا خوذات زي دي، بس مفيش حاجة وصلتهم لراكب الموتوسيكل الغامض بتاع المكان اللي حصلت فيه الجريمة. بس قرار نشر الرسم التخطيطي جاب نتيجة. واحد من السكان المحليين شاف الصورة وحس ان راكب الموتوسيكل شبه جدا إريك ديرو. عنده 48 سنة، متجوز وأب ل3 أولاد، كان عايش على بعد كيلومترات قليلة شمال مسرح الجريمة. ديرو كان معروف عن انه شخص غريب الأطوار، بيحب الطبيعة، عارف غابات المنطقة حوالين مسرح الجريمة كويس وعارف طرق الجبل المحلية. الشرطة حققوا أكتر في أمر إيريك واكتشفوا إن الموبايل بتاعه كان واحد من 4000 تليفون اتسجلوا على أقرب برج محمول يوم إطلاق النار. ده مش بس بيحطه في المنطقة وقت إطلاق النار، كمان التحريات كشفت إنه في الأسابيع اللي قبل الجريمة قدم طلب عشان يحصل على رخصة سلاح. كمان كان أخد تدريب عسكري قبل كده كجزء من دورة في الاحتياط العسكري الفرنسي، واتفصل مؤخرا من شغله كضابط شرطة بلدية بسبب سوء سلوك مزعوم. اتنشر كمان إن كان عنده آراء عنصرية.
عشان كده يوم الثلاث 18 فبراير 2014 فرقة من الشرطة بمساعدة وحدة تكتيكية خاصة دهموا بيت إيريك ديرو وكمان عقار تاني بتاع أهل زوجته. وفي البيت اكتشفوا مجموعة من الأسلحة، حوالي 40 سلاح أغلبهم من الحرب العالمية التانية، وبعضها ما تحصلش عليه بطريقة قانونية. كمان اكتشفوا ذخيرة مشابهة للذخيرة اللي بتستخدم على السلاح بتاع الجريمة. كمان بره بيت ديرو كان في قماشة صفرا مغطية حاجة، ولما الشرطة شالوها كشفت عن موتوسيكل قديم اسود في رمادي. الموتوسيكل والخوذة بتاعته اتاخدوا عشان يتفحصوا، اما الضباط ففتشوا حديقة بيته الخلفية بجهاز كشف المعادن. إيريك اتاخد لاسم الشرطة واتحقق معاه لمدة 4 أيام، بس ما اعترفش بأي حاجة تربطه بإطلاق النار، ولا تلاقى أي حاجة في التفتيش تربطه بالجرائم بشكل مباشر. كمان الشهود اللي شافوا الموتوسيكل يوم إطلاق النار بصوا على الموتوسيكل بتاع إيرو وقالوا إنه غالبا مش هو، فخرج من غير أي تهم. بعد 6 شهور من القبض على إيريك والتحقيق معاه، المحققين قرروا إنهم يفحصوا الهدوم اللي سعد كان لابسها تاني، واكتشفوا حاجة غريبة في جيب الجاكيت بتاعه. لقوا جوازات السفر المفقودة بتاعت سعد وإقبال. زاهد اتهم الشرطة بالإهمال وقال للبي بي سي باين إن الجاكيت كان في المعمل لمدة 1.5 سنة ومحدش اهتم يفتشه. طب إيه الأدلة التانية اللي فاتتهم؟ نفس الشعور ده كان عند ناس تانية كتير بعد ما عدى 2 تقريبا من غير أي تطور في القضية. الناس بدأوا يشككوا إن الشرطة هي السبب في كل ده، هم اللي محققوش صح من الأول رغم الموارد الكبيرة اللي حطوها في القضية دي. كل ما الوقت كان بيمر والتحقيق بيستمر، كل ما قناعاتهم كانت بتزيد أكتر إن سعد وعيلته ما كانش لهم علاقة بالموضوع. الشرطة حسوا إنهم ركزوا زيادة عن اللزوم على زاهد، وده خلى خطوط تحقيق تانية تتوقف. بالنسبة للمحققين البريطانيين، كل النظريات عن خلافات على الميراث والتجسس الصناعي واغتيالات مدبرة من دول وجواسيس كانت مجرد إلهاء عن الحقيقة إن أصل الجريمة في فرنسا. في أوائل 2014 المحققين الفرنسيين راجعوا احتمالية إن سيلفان موليه كان هو الهدف المقصود. عملوا قائمة بكل الناس اللي يعرفها سيلفان أو شريكته كلير، وعملوا مقابلات روتينية مع كل واحد فيهم. من ضمنهم كان باتريس مانجالو اللي عنده 50 سنة، اللي كان بيشتغل إطفائي من أوجين. خدم قبل كده كمظلي في الفيلق الأجنبي الفرنسي، وكان بيعرف يستخدم السلاح. اتحقق معاه لمدة ما تزيدش عن ساعة، وبعد كده المحققين سابوه يمشوا من غير توجيه أي اتهام ليه. بس بعد 2 شهور من التحقيق معاه، باتريس أنهى حياته وساب وراه رسالة فيها تفسير غريب لإنهاء حياته المفاجئ. قال في الرسالة دي إنه ما قدرش يستحمل إنه يبقى مشتبه فيه في حادثة إطلاق نار بشعة زي دي. المحققين اتصدموا، عمرهم ما اعتبروا باتريس كمشتبه فيه ولا اتحجز قبل كده، بس دلوقتي يبقوا بيتساءلوا إذا كان باتريس أنهى حياته لأنه كان فعلا متورط في الجريمة وحاسس بذنب. كان جندي متمرس عنده خبرة مباشرة في حروب خارجية. فكرة إنه ينهار بسبب حاجة بسيطة زي تحقيق سريع مع الشرطة مش منطقية. التحقيق في حياة باتريس كشف إنه كان بيعاني من مشاكل نفسية من 20 سنة خدمة في الفيلق الأجنبي. كل العوامل دي بتتطابق مع مواصفات القاتل، بس ما بتفسرش ليه باتريس استنى 2 شهرين بعد ما اتحقق معاه عشان يعمل الموضوع ده، ولو هو المسؤول ليه أخد 2 تقريبا من وقت الجريمة عشان الذنب يوصله للنقطة دي. عشان كده باتريس بقى على قائمة المشتبه فيهم بعد الموضوع ده، بس تحقيق شامل ما قدرش يلاقي أي أدلة تربطه بالجريمة. سبتمبر 2014 جه وعدى، ودي الذكرى السنوية التانية المرة للجريمة اللي لسه ما اتحلتش. في محاولة لتحديد هوية راكب الموتوسيكل الغامض اللي اتشاف قريب من مسرح الجريمة، الشرطة فضلت مستمرة في مقارنة سجلات التليفونات المحمولة ببيانات رخص الموتوسيكلات. وفي فبراير 2015 جهدهم جاب نتيجة أخيرا، الراكب تم التعرف عليه. كان رجل عنده 57 سنة من مدينة ليون الفرنسية اللي بتبعد بحوالي 150 كيلو متر عن مسرح الجريمة. أقرر المحققين إنه كان بالفعل في مسرح الجريمة يوم إطلاق النار بالصدفة. قال لهم إنه بيحب رياضة الطيران الشراعي وهو كان موجود في اليوم ده، عشان كده أقرر لهم إنه قابل العمال فعلا وما لاحظش أي حاجة مريبة، وما كانش بيتابع قصة جرائم القتل في الإعلام، فعمره ما فكر إنه يجي يقول إنه شاهد بأي شكل. الشرطة ما كانش عندهم أي سبب يخليهم يشكوا في الرجل ده. اتضح إنه رجل أعمال محترم متجوز وعنده أسرة، ومفيش عنده سجل إجرامي نهائي، ومفيش أي حاجة بتتطابق مع مواصفات القاتل فيه، عشان كده خرج من غير أي تهم موجهة ليه. الموضوع فضل واقف بالشكل ده مش لاقيين أي حاجة لحد 2021. 3 محققين فرنسيين كانوا لسه بيشتغلوا على القضية دي ومتفرغين ليها تماما. فتشوا في الملفات من البداية عشان يشوفوا إذا كان في حاجة فاتتهم. عملوا إعادة تمثيل كامل لمسرح الجريمة مع شهود كمان، وفي فبراير
المدعي العام الرئيسي قال للصحفيين: أعتقد إننا قربنا نوصل، هننجح بفضل الأدلة العلمية، دي مش قضية باردة أبدا، دي قضية هنحلها. وبعد 4 شهور راكب الموتوسيكل المجهول اللي تم تبرئته من التحقيق قبل كده اتقبض عليه. ما كانش واضح إذا كان ده مبني على دليل جديد ولا لأ. الراجل اتحقق معاه في الحجز لكن خرج بعدها بفترة قصيرة. على حسب بعض التقارير هو لسه مشتبه فيه، مفيش أي حاجة تربط عيلة سعد أو سيلفان موليه بدافع الجريمة. النظرية السائدة عند المحققين الفرنسيين إن حادثة إطلاق النار كانت على الأرجح هجوم عشوائي من مسلح واحد ملوش علاقة بالضحايا. الموضوع لسه محل نقاش ونظريات كتير على الإنترنت بيناقشوا نظريات محتملة، زي إن الضحايا ممكن يكونوا استهدفوا على إيد واحد من كذا قاتل متسلسل كان نشط في فرنسا وسويسرا في الوقت ده. المحققين كمان فكروا في النظرية دي بس في النهاية استبعدوها. زينب وزينة دلوقتي مراهقين واتغيرت هويتهم. في يونيو 2022 المحققين البريطانيين قابلوا زينب مرة كمان عشان يشوفوا لو عندها أي معلومات إضافية. بعد 10 سنين تقريبا من الحادث زينب كانت فاكرة أكتر. بعد ما وصلوا لمكان الجريمة زينب وسعد نزلوا من العربية، كانت فاكرة إنها شافت سيلفان موليه على عجلته وباقي عيلتها كانوا لسه هينزلوا لما بدأ إطلاق النار فجأة. أهل زينب أمروها إنها ترجع للعربية بس وهي بتحاول ترجع في حد مسكها من ورا. في البداية فكرت إن اللي مسكها هو والدها لحد ما بصت على إيده ولقيتها بيضة. كل اللي فاكراه قبل ما تفقد الوعي إن القاتل كان لابس بنطلون طويل وجاكيت جلد. مع استمرار التخمينات ناس كتير اشتغلوا على القضية بيقولوا إنها من أصعب القضايا اللي اشتغلوا عليها في حياتهم. وزي ما المدعي العام قال بعد كده: جربنا كل حاجة ممكنة بس احنا ممكن نكون قدام جريمة مثالية عمرها ما هتتحل أبدا. وبس كده حلقتنا خلصت. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ولو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، تشاركوني نظرياتكم حوالين الموضوع. مين كان السبب في استهداف الناس دي كلها؟ ومين ممكن يكون متورط؟ هل زاهد اخو سعد فعلا عشان يورث اكبر قدر ممكن من الميراث وبسبب المشاكل دي، ولا الموضوع له علاقه بسعد نفسه وشغله، ولا له علاقه باقبال زوجته وصدفه ان زوجها السابق اللي كانت مخبياه يموت في نفس اليوم؟ غريبه صح؟ هستنى اعرف رايكم في الكومنتات، ولو لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم قريبا في حلقة جديدة.